السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم في صبر يار. الله يعينكم يا شعب. شنو احوالكم وكيف انكم وكيف فازت كل هذوك قاعد هي حتصير اسمع هكا محمد بوغلاب متغشش على الفريق الوطني راه. لا متغشش على الاخر. مش على خاطره خسر، لا على خاطر نبيل معلول قال لك والفريق الوطني يقراو في الفاتحه قبل الماتش. ماشيش قال محمد بوغلاب شنو قالوا تقراو في الفاتحه في بلاصه ما تتراناو وتحضروا رواحكم شي الخزعبلات هذيا. قالوا الناس تترانا وانتم تقراوا لي في الفاتحه ماشي تكوروا ولا ماشي تعملوا لي في عمره غاديك. سي محمد قالوا له يا سي محمد الملاعبيه تراناو راهو سيح ما يقراو في الفاتحه زاد. لا قلم اللي قراو فيه الفاتحه دقيقتين هذوكم كي نعملوا بهم جريات هكا ولا عملوا 10 بومبا كخير. ولذا في بالكم محمد بوغلاب متغش ياسر على الفريق الوطني. لا حتى الكوتش نبيل معلول قال لك كلم الملاعبيه لمهم الكل في رينيو قال لهم الفاتحه هذه قال لهم سي فيني راهو لا ما عادش نعملوا الفاتحه. علاش قالوا له سي نبيل؟ قال لهم محمد بوغلاب ومختار الخلفاوي ما يحبوش. قالوا له مالاش نقراو؟ قال لهم قبل الماتش نعودوا نقراو ما تيسر من كليله ودمنا. قالوا له علاش؟ قال لهم باش نفهموا الحيوانات باش تخمم. يا خويا كل واحد وتفكيره واش باش نعملوا احنا كل واحد تفكيره. اما محمد بوغلاب قال لك راهو ما يحبش هذه قراءه الفاتحه راهو معروف لا من قبل زاد مش جديد راه مش حكايه كفر هي ولا كذا. اما هكاك قال انا قال ما يحبش الخزعبلات. تسالوه الراجل حتى قال لك في الصداق نتاعو تعارك مع العدو محمد بوغلاب. بعد ما كتبوا الصداق العدو قال لك بدا يقرا في الفاتحه كي محمد بوغلاب قام ويجري غاديك تقرا لي في الفاتحه. قالوا في محلي تعرفنيش انا ضد الخزعبلات. سي محمد قالوا له الفاتحه لازمه في الصديق. لا عرستها قالوا يقول فيها فاتحه بالحرام لا عرستها. قالوا لا حسيلوك العدو اللي يجري وبوغلب وراه. كان مشكل قدر في الجبه التونسيه ولا تو مربدك. قال لهم ما هو تونسي بوغلاب يمن بالجبه والشاشيه والبلغم. فاتحه برك لا لا الفاتحه لا. منهم مره قال لك في دفينه عملنا عركه في دفينه. الجبار يجري وبوغلاب يجري. السيد الجبار بدا يقرا في الفاتحه على الميت ومحمد بوغلاب دقز عليه. لا صعيب بوغلاب راه حتى جماعته يعرفوها جماعه لي زانتيم وكل يعرفوا ديما يقول لك يا خويا اسمع كي ثم فاتحه ولا مناسب هكا اخويا بوغلاب اخترنا منه قال لك لا ما حاجه سي هكا بسيشيك. حتى كي يصلي قال لك يصلي بلاش فاتحه محمد بوغلاب. يا ودي قالوا له يا سي محمد بوغلاب قالوا له الفاتحه اجباريه راهي في كل ركعه. خويا قال لهم اموري انا وربي. حتى مره على ما فاتش برشا انا ماشي للمرشي صباح نلقى محمد بوغلاب خانق ززار من كرومته هكا ولتخ فيه على الرخامه. يا سي محمد خذ شبيك؟ قال لي انا متهدي. هو حطت لي عبد الباسط عبد الصمد يرتل في الفاتحه والكليونات يضحكوا ينبروا علي قارب العاني خاطر يعرفوني ما نحبش الفاتحه. والله قال لي لا ما نسيبوا الززار هذا ما نجيب له بشرى بالحاجه حميده. قال لي تصرفوا بمشروع الحقوق والحريات الفرديه. لا بلافزي مع الفاتحه. قال لي ما عندي مشكله ما حتى صوره رواه الفاتحه برك يا خويا عفوني منها الفاتحه عفوني منها. وراي الحكايه مش حكايه دين بقدر ما هي حكايه ايمان بحريه الاعتقاد والاديان. وانا نعرف واحد متدين يخدم ديواني مقابل ديوان الزيت. كان مداون هو جماعه كناطريه ما حبهم يخلصوا له دينه. يا اخي كي دون عليهم دوانوا عليه حتى كي خرج لهم دينهم جبدوا له ديونه. يا اخي كي كثرت عليه المداينيه ولا طبس راسه وواصل الثنيه. هذا قابلته مره في باب الديوانه قلت ندبر عليه هكا في امور دنيويه. قلت له توا راهو ما يجيش ديواني ولا انا فاهمينك متدين ولا متدين. ما صرح لنا بممتلكاتك الفكريه خلينا ناخذ فكره على دينك. قال لي يا ديني توا باش خرجني من ديني شبيك؟ قلت له مانيش ديان انا نحكي معك من باب حريه الضمير. يبرر قال لي فك على ديني ناقص انا مداونات. وليت كي عرفتوا انه الدوان قلت اختارني منه ماني نعرفوا تمسوا في دينه يولدوني. وقالوا له يا حاج ايش قولك في الدين؟ قال لهم حتى انا من اللي حجيت تو خلصت ديني. ورشم له شكب.